اهلا بيكم يا جماعه، اتفضلوا اقعدوا جوه. الراوي مستنيكوا، انا ما فيهاش خلق للكلام ولا عايز اتناقش مع حد. لا ما انتوا عارفين، هو انتوا ما تعرفوش؟ اه، انا بشجع ريال مدريد. م. الموسم ده مش الموسم بتاعنا. كده كده معانا 15 دوري ابطال. انا بصبر نفسي بالكلام ده يا جماعه. انا زعلان، انا زعلان بجد، والموسم ده نكد علينا جامد قوي. حتى رأفت قفل على نفسه الحمام يا حبيبي، عمال يعيط من ساعتها. ما علينا، ما علينا. الراوي قاعد مستنيكوا جوه يا جماعه، هو موجود دلوقتي، تقدروا تدخلوا تسمعوا القصص، وهم تخرجوا مش هتلاقوني قاعد. انا في الكابينه اللي جنب رأفت بعيط برضه. اتفضلوا على جوه. اهلا بيكوا. انا ملاحظ ان وشكم اتغير. في حاجه مخبيينها عليا؟ في حاجه عايزين تقولوها لي؟ الاجواء في البلد اليومين دول مش احسن حاجه. لا مش بتكلم سياسيا، ما تودونيش في داهية. انتوا عارفين قدراتي وقوتي، لكن لما الموضوع يجي ناحية السياسة والحكومة أنا زيكم بل وأقل كمان. أنا مش حمل أخد قفا من إياهم في ما علينا، خلينا نغير الموضوع. لكن زي ما بقول لكم الأجواء فيها حاجة غريبة. في جو مشؤوم بيحيط بالدنيا حوالينا، معرفش إيه السبب في ده، لكن حاسس إن في حضور غريب في المكان. متأكدين إنكم مش عايزين تقولوا حاجة؟ ماشي، خلينا نبدأ في القصص بتاعتنا النهاردة. بتدور على حد يا أستاذ؟ أنا بشوفك بتيجي هنا كل يوم تلف في المنطقة وشكلك غريب عن هنا. والله يا حاج أنا بدور على شقة محندقة كده للإيجار. وأنت منين بقى يا أستاذ وبتشتغل إيه؟ أنا من طنطا يا حاج وبشتغل مدرس. أنعم وأكرم. تعرف تدلني على سمسار كويس كده وابن حلال؟ أنا يا أستاذ محسوبك، وعندي شقة صغيرة في العمارة دي، إنما إيه؟ حاجة كده تستاهل قدمك. والله العظيم. طيب ودي إيجارها كام يا حاج؟ مش هنختلف يا بلدينا، أصحابها هاجروا من قبل الحرب، وابنهم نزل من سنتين كده روقها وساب لي المفتاح. بس إيه؟ مفروشة من مجاميعه آخر ألاجة، اتفرج عليها الأول. طيب ممكن أتفرج عليها دلوقتي؟ أيوة طبعا، أمال، اتفضل. إبراهيم سرور ابن محافظة الغربية، خريج كلية التربية قسم لغة عربية سنة 1978. ربنا كرمه أخيراً وحقق حلمه وانتقل القاهرة، وبقى مدرس في المدرسة بتاعت المنيرة الثانوية بنات اللي في السيدة زينب بعد 10 سنين شغل في الأرياف. إبراهيم كان شاب نزيه وأهله مرتاحين، عندهم بيت ملك مبني بالخرسانة 3 أدوار، وأرض بتتزرع وبتتأجر، ده غير تجارة المواشي. فالحال بالنسبة له ماشي كويس ومستور على الآخر. بس كان نفسه ومنى عينه يعيش في مصر. مدرسة المنيرة الثانوية بنات في شارع الشيخ علي يوسف الموازي لشارع القصر العيني. الناحية التانية من شارع القصر العيني كانت منطقة جاردن سيتي، واللي كان إبراهيم بيحلم إنه يعيش فيها. أول ما إبراهيم وصل بالسلامة مصر، نزل في لوكاندة فرج اللي في شارع كلود بيه لغاية ما يلاقي شقة صغيرة أو حتى أوضة على السطح في جاردن سيتي. وبقى كل ما يخرج من المدرسة يعدي شارع القصر العيني ويلف في جاردن سيتي يتفرج على جمالها وهدوءها. لغاية ما في يوم من الأيام وهو ماشي في شارع البرجاس، وقفه واحد من البوابين اللي كان واخد باله إنه بيجي يلف في الشوارع لمدة أسبوع تقريباً. تعالوا ندخل الشقة مع إبراهيم ونتفرج عليها سوا. الشقة في الدور الثالث في عمارة 5 أدوار، وكل دور فيه شقتين. العمارة من العمارات القديمة اللي جاردن سيتي بتتميز بيها. لما تدخل من باب الشقة بتلاقي طرقة على إيدك الشمال، وفي نهايتها بتلاقي أول أوضة، والطرقة دي بتوصلك على صالة مساحتها متوسطة. في الوش على طول بلكونة بتبص على الشارع. في آخر الصالة وعلى إيدك اليمين طرقة تانية، لما تدخل فيها هتلاقي المطبخ والحمام في اليمين، وفي الشمال أوضتين، واحدة بابها قدام باب المطبخ ودي الأولى، والتانية اللي في آخر الطرقة قدام باب الحمام. شقة محندقة زي ما إبراهيم كان عايز. أنا واخد بالي إنها 3 أوض وصالة، بس المساحات صغيرة فعلا. ممتازة يا حاج، جميلة فعلا. قلت لك يا أستاذ تستاهل قدمك. بكام في الشهر دي يا حاج؟ مش هنختلف، تعال ننزل نشرب 50 شاي ونتفق على كل حاجة. إبراهيم عجبته الشقة لدرجة إنه كان مستعد ياكل عيش حاف بس يأجرها، وبالفعل وصل لاتفاق كويس مع البواب وأجر الشقة. تاني يوم على طول إبراهيم خرج من المدرسة على اللوكاندا، دفع حسابه ولما حاجته وطلع مباشرة على الشقة. كان في قمة السعادة، كان لسان حاله بيقول أخيراً هعيش في جاردن سيتي،
يا رب أصحاب الشقة ما يرجعوا يجي 10 سنين كده، الشقة دي جات لي من السما، الحمد لله يا رب. أكتر حاجة كان مبسوط منها إبراهيم إن الشقة فعلا ما كانش ناقصها أي حاجة. أنتريه وسفرة صغيرة، 4 كراسي في الصالة، أوضة نوم رئيسية اللي هي في آخر الطرقة التانية ببلكونة صغيرة، والأوضة اللي قبلها فيها سرير ودولاب، حمام لوكس بسخان وغسالة وبانيو قدم، ومطبخ خشب زان بتلاجة وبوتاجاز وأدوات مطبخ كاملة. أما الأوضة التالتة فكانت مقفولة علشان فيها حاجات متخزنة خاصة بأصحاب الشقة. بالرغم من إن إبراهيم يومه كان روتيني، إلا إنه كان محافظ على نظام الروتين ده ومستمتع بيه جدا. بيصحى 7 الصبح وينزل 7:30 علشان يبقى في المدرسة على 8 إلا 10. بيخرج من المدرسة 3 إلا ربع، يروح يتغدى، وهو كان بيعرف يطبخ كويس جدا، ويريح ساعة بعد الغدا. وبعد كده ينزل على 6 المغرب ويطلع على الكورنيش يتمشى لغاية كوبري قصر النيل، يقف عليه شوية ويرجع يقعد على النيل شوية قدام فندق شيبرد، وبعد كده يروح. النزهة دي إبراهيم ابتداها من تاني يوم ليه في الشقة، لأنه أول يوم على ما راح جاب حاجته من اللوكاندا وطلعها الشقة ونزل اشترى طلبات لزوم الأكل كان اليوم خلص، وكانت نزهته اليومية بتاخد لها حوالي ساعتين، ساعتين ونص. إبراهيم كان بيطلع ويدخل جاردن سيتي من شارع أحمد باشا، بيمشي فيه لغاية ما ينتهي عند شارع فؤاد سراج الدين اللي بيتقاطع مع شارع البرجاس قبل العمارة اللي ساكن فيها بعمارتين. لما تتمشى في جاردن سيتي بالليل بتحس إنها حي مهجور بسبب الهدوء الفظيع، واللي كان معزز الإحساس ده إضاءة الشوارع والشجر الكثيف اللي كان مساعد على تحجيم الإضاءة اللي هي أصلاً ضعيفة وقليلة. وفي ليلة من الليالي اللي إبراهيم كان راجع فيها من نزهته اليومية حصل موقفين لفتوا نظره وأخد باله منهم كويس قوي. قبل ما يوصل للتقاطع اللي هيدخل منه يمين على شارع البرجاس اللي فيه العمارة اللي ساكن فيها، حس إن في حد ماشي وراه. في الأول ما خدش باله، لكن لما دخل يمين وصوت الخطوات لسه في ودنه وإحساس إن حد ماشي وراه لسه موجود، بص وراه علشان يشوف مين ده اللي متابعه من فترة، لكنه ما لقاش حد والصوت اختفى. إبراهيم استغرب ووقف بالظبط ثانية يبص وراه، وبعد كده كمل مشي لغاية ما دخل العمارة. لما تدخل العمارة هتلاقي السلم على إيدك اليمين وطالع لفوق في وش الباب 7 درجات. 7 درجات دول هيوصلوك للدور الأرضي. الشقة الأولى هتبقى على يمينك، وفي وشها وعلى إيدك الشمال الشقة التانية اللي هتبقى جنب السلم اللي طالع للدور اللي فوق، وهكذا. إبراهيم ساكن في الدور الثالث في الشقة اللي على اليمين. لما وصل لبداية مجموعة السلالم الأخيرة اللي هتوصله لباب شقته، لمح باب الشقة اللي في وشه موارب، ولما طلع 3-4 سلالم اتقفل، وكأن كان في حد بيبص عليه من وراه، ولما ظهر على السلم قفله. إبراهيم وقف نفس الثانية اللي وقفها في الشارع وبص على الباب، وبرضه كمل طلوع لغاية باب شقته وفتحه ودخل. وقبل ما يقفله بص على باب الشقة اللي قدامه مرة تانية وقفل بابه. طبعا الموقفين دول لفتوا نظر إبراهيم، لكن هو اعتبرهم مجرد صدفة. بس لما حصلوا ابتدى يركز في حاجات تانية خالص. من ساعة ما نقل حاجته من اللوكاندا واستقر في الشقة من 4 أيام ما شافش البواب خالص، ولا شاف حد من سكان العمارة سواء طالع أو نازل، داخل أو خارج، ولا كان بيسمع أي صوت خارج من أي شقة من الشقق اللي كان بيمر عليها في طلوعه ونزوله، بما فيهم الشقة اللي قدامه، وكأنه ساكن في العمارة دي لوحده. إبراهيم بعد ما بيرجع من النزهة الليلية كان بيعمل كوباية شاي ويقعد في بلكونة الأوضة يستمتع بهدوء الشارع والمنطقة، يشرب معاها سجارة وبعدها يدخل ينام. الليلة دي بقى أخد باله وابتدى يرجع بالذاكرة لل3 ليالي اللي فاتوا إن كمان مفيش حد بيعدي في الشارع نهائياً، لدرجة إنه قعد ضعف الوقت اللي كان بيقعده إنه يلاقي حد، مفيش. لكن إبراهيم ما خدش في باله كل ده بالشكل اللي يخليه يقلق، بس في نفس الوقت ابتدى يركز إن في حاجة غريبة. قفل البلكونة ودخل، وقبل ما ينام عمل الإجراءات التأمينية المعتادة. باب الشقة مقفول، الأنوار مقفولة ما عدا سهرية الطرقة، الأنبوبة مقفولة، بلكونة الصالة وبلكونة أوضته كمان مقفولين. تمام. دخل السرير ونام. لما تبقى نايم في عز نومك وفجأة تحصل دربكة صوتها عالي في الشقة اللي انت أصلا ساكن فيها لوحدك، طبعا هتقوم مفزوع ومخضوض، ويمكن ما تجرؤش تخرج من الأوضة تشوف ايه اللي بيتحرك بره. ما هو انت لوحدك، هيكون ايه يعني اللي بره؟ بس إبراهيم على الرغم من انه اتفزع من النوم وصحي مخضوض، إلا انه قام من السرير وخرج من الأوضة وهو متخيل ان شوية المواعين الألمونيوم اللي كان غسلهم ورصصهم على صفاية الحوض وقعوا. بس كانت المفاجأة بقى أول ما فتح باب الأوضة. بادئ زي بدء كده، نور الشقة بالكامل منور، حنفية حوض المطبخ وحوض الحمام والدش مفتوحين.
باب الأوضة التانية اللي جنبه مفتوح وشباك الأوضة مفتوح. بلكونة الصالة مفتوحة، والمفاجأة الأكبر إن باب الشقة كان مفتوح. طبعا الذهول كان مسيطر على إبراهيم لدرجة إنه فضل واقف في نص الصالة دقيقة كاملة بيحاول يستوعب اللي بيحصل. وهنا بدأ فعلا يقلق، أو بمعنى أدق يخاف. قفل باب الشقة وباقي الأبواب والشبابيك وحنفيات المية، لكن ساب كل الأنوار مفتوحة وراح دخل على أوضته. الليلة عدت على إبراهيم اللي معرفش ينام وكأنها شهر. قاعد على السرير كل اللي بيدور في دماغه هي مصر فيها عفاريت زي البلد كده؟ طب دي البلد بكل الخرافات اللي فيها ما كنتش بشوف فيها حاجة، إيه بقى اللي بيحصل ده؟ نزل إبراهيم الصبح كالعادة على المدرسة، بس وهو نازل منسيش يبص على باب الشقة اللي قدامه، وكمان بقى يبص على أبواب الشقق اللي في الأدوار اللي تحته لغاية ما طلع من باب العمارة. الإحساس الوحيد اللي خرج بيه من العمارة إن مفيش حد ساكن في كل الشقق اللي عدى عليها. الأبواب متربة ومفيش أي صوت خارج من الشقق كلها. قبل ما يمشي من قدام العمارة اتلفت حواليه بطول الشارع ملقاش حد، وطبعا البواب مش موجود وكأنه اختفى. طول الطريق للمدرسة وإبراهيم بيحاول يحلل كل الأحداث اللي مر بيها خلال ال4 أيام اللي فاتوا. مش معقول يكون بيتخيل، ولو بيتخيل أكيد مقابلة البواب مش خيال. أمال أجر الشقة إزاي؟ ومن مين؟ ومين اللي فرجوا عليها؟ ومين اللي اداله المفتاح؟ وبعدين هو معقول يكون ساكن في العمارة لوحده؟ لا، عمارة إيه؟ ده الشارع كله كأن مفيش حد ساكن فيه غيره. أكيد في حاجة مش مظبوطة. خلص اليوم الدراسي وخرج إبراهيم من المدرسة في نفس الميعاد علشان يروح. طبعا الوضع دلوقتي بقى مختلف عن الأيام اللي فاتت. بدل ما كان الهدف هو استمتاعه ببقية اليوم، بقى هدفه هو التركيز مع الأحداث الغريبة اللي حصلت والبحث عن إجابات لكل التساؤلات اللي بتدور في دماغه. وطول الطريق للبيت دماغه عمالة تودي وتجيب، وفجأة ومع وصوله لبداية شارع البرجاس لمح البواب داخل العمارة. إبراهيم جري علشان يلحقه، ما هو ده بالنسبة له الأمل الوحيد. بمجرد ما إبراهيم وصل مدخل العمارة سمع صوت البواب طالع على السلم. طلع جري وراه على السلالم، ومع وصوله لبداية السلالم اللي قبل شقته يدوب لمح البواب بيدخل الشقة اللي قدامه والباب بيتقفل. إبراهيم كمل طلوع وراح للشقة اللي قدامه، وقف ثواني وكأنه بيختار ما بين قرارين، وفعلا اختار وخبط على الباب، لكنه اتفاجئ إن الباب ما كانش مقفول واتفتح لوحده من الخبط. وبدون تفكير إبراهيم دخل الشقة والباب اتقفل وراه. طبعا أنا لو قلت لأبويا وأمي إن أنا اللي طلبت أتنقل مصر هيبقى يوم مش فايت، بس غصب عني اتخنقت من العيشة في الأرياف، عايز أشم نفسي شوية. أنا ما اتعلمتش وبقيت مدرس علشان أفضل مدفون هنا وسط الغيط والزريبة والبهايم، وإخواتي هم موجودين وشايلين الشيلة كلها. وجودي دلوقتي بقى زي عدمه، لا ليا في زرع ولا قلع. بقى عندي 30 سنة وما نزلتش مصر غير لما جبنا أبويا وأمي من المطار وهم راجعين من الحج من 9 سنين، والحمد لله الشهرية اللي باخدها من أبويا على مرتبي يعيشوني في مصر زي الفل. عايز أشوف الدنيا بقى، هموت وأعيش في جاردن سيتي يا ناس. ولا يا إبراهيم، أنت بتكلم نفسك ولا إيه؟ لا يا أمي مش بكلم نفسي ولا حاجة، في موضوع بس كده. خير يا ابني كفى الله الشر. لا يا أمي خير إن شاء الله، أصلك إيه يا إبراهيم؟ أنا اتنقلت مصر يا أمي. مصر؟ يا نهار اسود، طب والعمل؟ العمل عمل ربنا يا أمي، هعمل إيه يعني؟ هقول لأ؟ لا يا ابني بس دي العيشة في مصر صعبة، وأنت بطولك هتاكل إزاي وتشرب إزاي وهتسكن فين؟ ده أنا هموت وأعيش في مصر، ادعي لي بس وربك يعدلها يا أمي. يعني لو كنت سمعت الكلام واتجوزت فتحية بنت خالك مش كان زمانها راحت معاك وشافت حالك هناك يا ابني؟ ولا كنت سبتك من شغلانة المدرس دي ونزلت الأرض مع أخواتك؟ فتحية إيه بس يا أمي وجواز إيه وأرض إيه؟ ارحميني بقى من الموال الأسود ده. صحيح هو أبويا فين؟ طول عمرك كده عنادي وصوتك من دماغك. أبوك تحت يا أخويا لسه راجع من الغيط. طيب أنا هنزله. نزل إبراهيم من على السطح بعد ما خلص المواجهة الأولى مع أمه اللي كانت بين أحضان الوز والبط والفراخ والكتاكيت ومؤثراتهم الصوتية. الفتحية قال: فتحية إيه دي اللي ما تعرفش غير الطين والبرسيم والوزة والجاموسة؟ مصر يا جدعان، جاردن سيتي. جواز؟ هو أنا لسه شفت دنيا لما هشوف آخرة؟ الجواز قال. إبراهيم كان وصل للدور الأرضي وأخد نفس عميق. توكلنا على الله. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صليت المغرب يا حاج ولا نصليه سوا؟ لا يا ابني لحقته في الجامع وانا راجع من الغيط. حرما يا حاج. جمعا ان شاء الله. ما تنجز بقى يا ابني وانت وخدهم في جنابك واخلص علشان تلحق تجهز حالك. كان في موضوع كده يا حاج. خير يا ابراهيم. خير يا حاج ان شاء الله.
أم... أنا اتنقلت مصر يا حاج. مصر؟ مصر إيه يا ابني؟ تروح فين أنت في مصر؟ ده أنت بتتوه في طنطا، هتعيش في مصر؟ يا دي النيلة، هو أنا علشان تهت وأنا عندي 5 سنين في المولد بقيت عبيط وبتوه وهفضل أتوه طول عمري؟ ده كان زمان يا حاج، كنت لسه صغير، أنت لسه فاكر؟ وليه اتنقلت؟ واتنقلت فين؟ واشمعنى أنت اللي اتنقلت يعني؟ أصل مصر فيها نقص في المدرسين يا حاج، فوزير التعليم كلف المديريات يختاروا المدرسين المتميزين من المحافظات القريبة علشان يسدوا النقص ده، مش أنا وحدي اللي اتنقلت. طب وهتعيش فين على كده؟ هقعد في لوكاندا ولا بنسيون يا حاج لغاية ما أجر شقة. وكان عليك بإيه كل ده يا إبراهيم؟ مش أرضك يا ابني أولى بيك؟ تحط إيدك في إيد إخواتك، هتاخد إيه من شغلانة المدرس دي يعني؟ يا دي الأرض يا دي الأرض، هو أنا مش هخلص من الموال ده يا ربي؟ ربنا يبارك فيهم يا حاج، هو أنت علمتني علشان في الآخر أنزل الأرض برضو؟ وبعدين ما أنت عارف أنا لا ليا في الزرع ولا في القلع. زرع وقلع؟ ماشي يا إبراهيم. بالمناسبة يا إبراهيم، الزرع والقلع ده هو اللي ستركم. عموما يا ابني ربنا يوفقك. هقول لك إيه؟ هتمشي إمتى طيب على كده؟ ربنا يخليك لينا يا حاج ويديك طولة العمر والصحة. الفجر إن شاء الله هنزل على طنطا واخد عربية على مصر علشان أوصل للمديرية بدري. بالسلامة يا ابني إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله، الحمد لله عدت على خير. جاي لك يا مصر، جاي لك. يابا الحاج يابا الحاج. إيه يا واد يا سعيد، مالك مسروع كده ليه؟ إبراهيم يابا الحاج. ماله إبراهيم يا حمار أنت؟ انطق. العربية اللي كان راكبها ونازل بيها على طنطا اتقلبت في النيل. أنت بتقول إيه يا واد؟ اتقلبت فين؟ وعرفت منين؟ شيخ الغفر اللي كان جاي على الطريق من كفر الزيات هو اللي قال في دوار العمدة، وأنا جيت جري علشان أقول لك. أبو إبراهيم كان يدوب لسه داخل البيت بعد ما سلم على إبراهيم قبل ما يروح يصلي الفجر، وجاله الخبر ده. على ما راح دوار العمدة وأخدوا عربية وطلعوا على مكان الحادثة، كان الإسعاف هناك وكمان الإنقاذ النهري. إبراهيم كانت جثته مفقودة، ولمدة 4 أيام الإنقاذ النهري كان بيدور عليها في نطاق مركز كفر الزيات على فرع رشيد، لكن ما كانش ليها أي أثر. يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني، اتصرف يا حاج، إبراهيم لازم يتدفن، روحه هتفضل متشعلقة وتايهة لغاية ما يتدفن، كان نفسه يعيش في مصر بس ملحقش. وأنا هعمل إيه يا أم إبراهيم؟ الإنقاذ قلب البحر عليه، 4 أيام بيدوروا ملهوش أي أثر. بعد أسبوع من نهاية البحث عن جثة إبراهيم، العمدة بلغ أبوه إن جثته ظهرت قرب قرية على فرع رشيد تبع مركز بسيون، واتنقلت مشرحة مستشفى طنطا العام، ومطلوب يروح هناك علشان يتعرف عليها. ارتاحي يا أم إبراهيم، ارتاحي، الحمد لله إبراهيم ارتاح في تربته. كان رايح عليها جري وكأنه عايز يلحق روحه قبل ما تتوه. زمان ولغاية وقت قريب كنا بنسمع عن النداهة، وكانوا بيوصفوها بإنها بنت أو ست صوتها جميل وبتسحر اللي بيسمعها لدرجة إنه بيمشي ورا الصوت اللي غالباً بيبقى جاي من الترعة أو من المصرف، وينزل المية لغاية ما يغرق، أو أحياناً بيجي من وسط غيطان الذرة أو القمح أو القصب، ولما المندوه يمشي ورا الصوت يختفي، وبعد كده بيلاقوا جثته وهو ميت. طبعاً الكلام ده دايماً بيبقى في القرية، ما سمعناش قبل كده عن حد اتنده في المدينة فطلع البلكونة مثلا ورمى نفسه، أو طلع على السطح ونط من الدور العاشر. كل الحكايات كانت مرتبطة بليل القرية الساكت والترعة والغيط. في ناس صدقت، وطبعا في ناس واثقة إن دي أسطورة، لكن الثابت إن مفيش حقيقة مؤكدة للموضوع ده. هل الندهة فعلا موجودة؟ هل هي خرافة زي مثلا أمنا الغولة وأبو رجل مسلوخة؟ طيب لو حقيقية، هي بتنده ليه على الناس؟ طيب في حد سمعها قبل كده بتنده عليه وقاوم أو جري؟ طيب هي مين أصلا؟ طيب هو في عفاريت بجد؟ يعني أنا ممكن يطلع لي عفريت؟ طب لو طلع لي عفريت هيطلع يقول لي إيه ولا هيعمل إيه؟ طيب هو شكله إيه أصلا؟ أسئلة كتير كانت بتدور في دماغ كريم بخصوص الموضوع ده بالذات. يمكن قرأ رواية عنها أو اتفرج على فيلم أو مسلسل، معرفش، بس الموضوع كان شاغل دماغه جدا. كريم شاب عنده 17 سنة من مدينة أسيوط، ربنا وفقه في الثانوية العامة وجاب مجموع كبير، وبالرغم من ميوله الفنية إلا إنه إزاي يبقى جاب المجموع الكبير ده ويدخل كلية فنون جميلة لمجرد إنه بيعرف يرسم وبيحب الرسم. وطبعا نهاية الحرب الأسرية المعروفة انتهت بأمرا وليس فضلا، مش هتدخل غير كلية الطب يا كريم. لما تدخل أوضة كريم هتتبهر بجد. أنا شخصيا لما دخلتها انبهرت.
هتحس إنك دخلت أتيليه مش أوضة نوم. كمية اللوحات المرسومة بالرصاص المتعلقة على كل حيطة كانت رهيبة. كمية الأقلام الرصاص ماركة ستيدلر الألماني اللي لونها أزرق دي، ولا كأنك في مكتبة. بس لفت نظري حاجة حبيت أقولها لكم، يمكن يكون عندكم ليها تفسير. كريم كان بيرسم بورتريهات لبنات بس، مفيش رسمة واحدة لولد أو راجل، وكل البورتريهات اللي بيرسمها كانت من وحي خياله. يعني ما كانش بيرسم شخصيات معروفة أو شخصيات واقعية ليها وجود. الخلاصة إن كريم إيده كانت احترافية بجد، فنان حقيقي زي ما الكتاب ما بيقول. مرت الأيام والأسابيع وكريم مستسلم للأمر الواقع. انتظم في الكلية وبدأ يتأقلم ويذاكر كعادته، لكنه ما بطلش يرسم. بيرسم بورتريه كل أسبوع أسبوعين بالكتير. نسيت أقول لكم إن كريم كان شخصية منطوية، ملوش أصحاب كتير وبيحب يقعد معظم وقته لوحده في الأوضة بتاعته بين لوحاته وأقلامه. هو بيخرج مع 2 أصحابه من أيام ابتدائي وهم الأقرب ليه، بس مرة واحدة في الأسبوع مش أكتر. كده إحنا خلصنا الجزء النظري، وبكرة إن شاء الله هنبتدي العملي لمدة شهر تقريبا. ميعادنا الساعة 10 الصبح في مشرحة الكلية. خلصت محاضرة التشريح اللي كانت بالنسبة لكريم من المحاضرات المفضلة، وطبعا ده لأنه رسام ملامح. ومع ذلك كانت فكرة المشرحة دي بالنسبة له مش لطيفة بالمرة. كريم كان بيخاف ودايما فكرة العفاريت في دماغه، وطبعا فكرة النداهة زي ما اتكلمت معاكم في الأول. فعلشان تيجي تقول له مشرحة وجثث، انت كده بتدوس على سلك كهرباء عريان مع كريم. مشرحة؟ أنا شكلي هشوف أيام سودة. خليني أقول لكم إن الليلة دي عدت على كريم بأعجوبة. تخيل كده وانت في نفس سنه رايح بكرة تعيش وتتعايش بين الجثث، تشرح وتقطع. كريم كان مرعوب لدرجة إنه قرر ما ينامش، لكنه طبعا نام من الإرهاق بدون قصد ونور الأوضة منور. النهاردة يا دكاترة هنتكلم بصفة عامة وبشكل عملي عن طبقات الجلد وكيفية استخدام المشرط، وإزاي نختار المشرط المناسب لشكل ومكان الاستخدام. الجثة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي لأنثى يتراوح عمرها من 28 ل 35 سنة. هنلاقي في الخط السفلي كريم كان واقف ورا بالرغم من إنه مش طويل لدرجة إنه يشوف، بس كان بيتحاشى إنه يبص للجثة، فكان واقف باصص في الأرض بيسمع وبيتخيل الموضوع في دماغه بناء على محاضرات النظري اللي درسها. وكان في سؤال واحد محيره جدا ومسيطر عليه وعايز يعرف إجابته: هي الجثث دي بتيجي مشرحة الكلية منين؟ مين دول وفين أهلهم؟ وإزاي يسمحوا إن الجثث تبقى تجارب كده؟ طيب هو لما الطالب اللي واقف ورا ده، أنت معانا يا ابني؟ أيوة يا دكتور. اسمك إيه؟ كريم محمد عبد السلام. طيب تعالى كده يا كريم قدام، قرب يا حبيبي. طبعا كريم كان بيتمنى إن الأرض تتشق وتبلعه، ولا إنه يتحط في الموقف السخيف ده، فوقف فجأة بعد ما أخد خطوة لقدام. لو سمحت يا دكتور، هي الجثث دي بتيجي منين وإزاي ومين دول؟ دي جثث لمجهولين يا كريم، بتجيلنا من مستشفى الإيمان العام أو أي مستشفى أو مشرحة حكومي بعد وصولها ب 30-40 يوم لو ما عرفوش يستدلوا عليها، أو لو ما حدش سأل ويتعرف عليها، بتتأيد مجهولة وبتنتقل لمشرحة الكلية. طيب بعد ما بنخلص تشريح بتروح فين؟ الباقي بيتدفن يا ابني. الباقي؟ أيوة الباقي، لأن في أعضاء زي القلب والكلى والرئة بنحتفظ بيهم للأغراض الدراسية. ممكن بقى تيجي تقف هنا علشان تشوف. اتحرك كريم لقدام وهو من جواه بيترعش. طبعا رد الدكتور بالنسبة له كان مفاجأة مرعبة. لما وصل كريم وبقى قدام الجثة كان لازم يبص لأن الدكتور كان قدامه وهيشرح، ومن حسن حظه إن الشرح كان على الجزء السفلي، فكان النص اللي فوق متغطي تماما. كريم كان مرعوب بشكل خاص من إنه يشوف وش الجثة، وده طبعا من حسن حظه المؤقت. بعد الغدا كريم دخل اوضته ومسك البورتريه اللي ابتدى يرسمه من اسبوع تقريبا علشان يكمله. كان باقي فيه شغل بسيط، شويه ظل وتقفيل نهائي علشان يتحط جنب اخواته. طبعا البورتريه كان لبنوته، لكن المختلف فيه المره دي ان البنت المرسومه كانت بتبكي، وكانت دلاله البكا في الرسمه دمعه نازله من عينيها الشمال. بعد ساعتين كريم الحمد لله خلص البورتريه وقفله، وكالعاده وقع عليه باسمه تاريخ اليوم، وكتب تحت التوقيع ليلى. كريم كان مسمي كل بنت بيرسمها، مفيش إشارة معينة للاسم، هو كان بيختار أي اسم عشوائي بيجي في باله وقت التوقيع. صباح الخير، النهاردة هنبتدي على طول علشان الكل يلحق يشتغل بإيده. فين كريم؟ أيوة يا دكتور. أنت برضو واقف ورا؟ تعالى هنبتدي بيك أنت. كريم بصله، أو بمعنى أدق تنحله، اللي هو أنت بتعمل فيا كده ليه يا عم أنت؟ واتحرك ناحية الترولي اللي الجثة محطوطة عليه.
عاوزك يا كريم تفتح في الفخذ جنب الشريان فتحة طولها 7 سنتي. هتستخدم أنهي مشرط؟ ده يا دكتور. تمام، وريني يلا. كريم مسك المشرط اللي شاور عليه وأخد الوضع المظبوط قدام الترولي، وابتدى يمد إيده اللي كانت بتترعش جدا. كريم حرفيا كان على وشك الانهيار، وبذل مجهود كبير جدا علشان يفضل متماسك وما يتهزش أكتر ما هو مهزوز. وفعلا عرف يسيطر على نفسه وعمل المطلوب بدون ما عينه تطلع لفوق وتشوف وش الجثة. كويس قوي يا كريم. عاوزك بقى تفتح فتحة بنفس الطول في المكان اللي قلت عليه لما تشتغل عملية قلب. وده اللي كريم كان خايف منه، الجزء العلوي. لكن خلاص ما بقاش في مفر، كده كده هيشوف الجثة بالكامل ووشها. كريم اتحرك من مكانه للمكان اللي المفروض انه يقف فيه علشان يفتح الفتحة التانية. كريم شاف وش الجثة التانية وبمنتهى الرعب قال: لا 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 لا, لا مش ممكن، مستحيل. ابتدى يترعش جدا والمشرط وقع من ايده وصوت نفسه ابتدى يعلى جدا. اتحرك لورا بعيد عن الترولي وهو مبحلق فيه، وكان جسمه بينتفض ووقع على ظهره وفقد الوعي تماما. خلينا متفقين ان الموقف بالنسبة لكريم موقف صعب فعلا. هو اصلا بيقلق وموضوع الندهة والعفاريت والحاجات دي واكلة دماغه خلقة، ما بالك بقى بجثة؟ لا وايه، مطالب انه يشرحها. موقف صعب جدا عليه. بس اللي انا مستغرب له هو ان رد فعله كان غريب شويتين. يعني كنت متوقع ان اقصى حاجة ممكن تحصل انه يرجع مثلا وما يقدرش يكمل التشريح، وبعد كده مع الايام واحدة واحدة هيتعود، لكن يفقد الوعي بعد ما قال اللي قاله ده. في حاجة غريبة واعتقد انها غير متوقعة، ولا يمكن تكون متوقعة. لما كريم اغمى عليه في المشرحة، الدكتور اتصرف بسرعة وبدون محاولات، وخلى زمايله شالوه ونقلوه لعيادة الكلية فورا، اللي من حسن الحظ كانت موجودة في نفس الدور اللي فيه المشرحة، وفي أقل من 10 دقايق كان كريم فاق. إيه يا عم، حمد لله على السلامة، ما كنتش فاكر إن قلبك خفيف كده. لما كريم فاق فتح عينيه فجأة وكان باين عليه جدا إنه مخضوض، بس لما استوعب المكان اللي هو فيه وشاف الدكتور بتاعه وزمايله حواليه، ما كانش ليه رد فعل أكتر من إنه ابتسم للدكتور وقال: الله يسلمك يا دكتور. ها، حاسس إنك كويس دلوقتي؟ يا دكتور الحمد لله أنا كويس. اجمد كده، حمد لله على السلامة. خرج الدكتور من العيادة، وزمايل كريم اللي كانوا موجودين سندوه لغاية ما قام، وعرضوا عليه وصلوه البيت. شكرهم وقال لهم إنه كويس وهيقدر يروح لوحده. وبالفعل كريم خرج من العيادة واتجه للبيت فوراً. لما كريم وصل البيت دخل أوضته على طول. أول حاجة عملها إنه مسك البورتريه اللي لسه مخلصه امبارح، وكانت المفاجأة مرعبة بكل ما تحمله الكلمة من معاني. ليلى هي الجثة اللي كريم كان بيشتغل عليها النهاردة. لا، ومش بس كده، المرعب فعلا إن الدمعة اللي كانت مرسومة مش موجودة في البورتريه. كريم كان بيبحلق في الرسمة بمنتهى الذهول والرعب، لدرجة إن دموعه بقت تنزل من عينه وهو مش حاسس. حط البورتريه على المكتب وقعد على السرير وهو في قمة الرعب ومنتهى الحيرة، وابتدى يبص للبورتريهات المتعلقة في كل حتة، ودماغه فاجئته بالسؤال اللي ملهوش إجابة: مين دول؟ عايشين ولا ميتين؟ مستحيل يكون ده بجد. يلا يا كريم علشان الغدا. كريم انتفض من على السرير وهو بيبص لمامته اللي فتحت الباب ودخلت ووقفت من غير ما يحس بيها. ايه يا ابني اتفزعت كده ليه؟ لا لا يا ماما مفيش حاجة، كنت بس سرحان ومش مركز. طيب يلا يا حبيبي عشان ابوك مستنيك. طبعا كريم ما اتغداش، يا دوب اكل لقمتين يسد بيهم جوعه، وكمان علشان ما حدش ياخد باله من حاجة، لانه قرر انه ما يحكيش لحد، وكان سببه الاقوى ان ما حدش هيصدقه ويمكن كمان يتريقوا عليه. وسبب تاني بيحاول ما يصدقوش لانه مرعب، إن دي محاولة للتواصل معاه من روح ليلى لسبب ما، والفكرة لوحدها كانت أكتر من مرعبة. كريم خلص الغدا بسرعة وقام دخل على أوضته، وفوراً دخل على سريره واتغطى وهو بيحاول يسيطر على عينيه علشان ما تجيش على أي بورتريه. وبدون سابق إنذار الأوضة ابتدت تضلم وعشرات الأصوات المختلفة بتتردد بهدوء ومن بعيد. كريم رفع الغطا من على وشه وعلامات الرعب هتاكل من ملامحه حتة. وكانت المفاجأة إن الأوضة ضلمة كحل، وكل البورتريهات منورة وبتتهز كأنها مرسومة بالنار. ومن بورتريه ليلى طلعت ليلى. أيوة، طلعت واتحركت من على المكتب لغاية سرير كريم ووقفت قدامه، ومن وراها اتحركت كل البورتريهات اللي كلهم بنفس أشكالهم المرسومة، كلهم لابسين أبيض، كلهم شفافين وكأنهم فقاقيع صابون. وبدون صوت أو حركة زيادة حاوطوا السرير ووقفوا ساكتين وباصين لكريم.
الحاجة الوحيدة اللي لفتت نظر كريم مع كل رعب الدنيا ده إن كلهم إيديهم مربوطة قدامهم بحبل مجدول لونه أزرق. وبعد كده كريم اصحى يلا يا حبيبي الساعة 7. كريم فتح عينه لقى نفسه نايم على ظهره، فتعادل مكانه وقعد. بص لمامته وبص للأوضة والبورتريهات والشباك. صباح الخير، قوم يلا علشان تلحق وقتك. كريم بص لمامته وابتسم. صباح الخير يا ماما، لا أنا ما عنديش كلية النهاردة، عندي مشوار مهم لازم أعمله. طيب قوم يلا اتوضى وصلي لغاية ما أجهز لك الفطار. خرجت مامته من الأوضة وكريم فضل دقايق قاعد على السرير، وفجأة قام وراح لغاية المكتب. مد إيده ومسك قلم رصاص أزرق من عشرات الأقلام اللي عليه، ولف بجسمه كده حوالين نفسه يبص على البورتريهات المتعلقة في كل حتة في الأوضة، وبص تاني للقلم الرصاص وابتسم. سابه وراح لركن الأوضة، جاب الكرتونة اللي كان حاطط فيها شوية سكتشات وكراريس رسمة قديمة وفضاها، وبمنتهى الهدوء بدأ يلم كل البورتريهات ويرصهم في الكرتونة كلهم، ما سابش ولا رسمة واحدة. وآخر بورتريه حطه فيها كان بتاع ليلى. رايح فين يا كريم؟ وإيه الكرتونة اللي في إيدك دي يا حبيبي؟ اقعد طيب افطر. ماليش نفسي يا ماما، لما أجي هفطر والله. نزل كريم من البيت، عدى على البقال اللي تحتهم اشترى حاجة وراح موقف تاكسي. مدافن أسيوط يا ريس لو سمحت. وصل كريم للمدافن، حاسب سواق التاكسي ونزل شايل كرتونته ودخل على طول. مشي كتير علشان يبعد عن الطريق لغاية ما وصل لمكان متداري بين المدافن. حط الكرتونة على الأرض وبدأ يحفر بإيده حفرة عمقها 20 سنتي مثلا وواسعة شوية، وجاب قوالب طوب أبيض من الموجودين حواليه وعمل حدود للحفرة، وراح مفضي الكرتونة بالراحة فيها، وفتح الكيس اللي جابه من عند البقال، طلع إزازة سبيرتو ودلقها على البورتريهات في الحفرة، طلع الكبريت وولع فيها، وبمجرد ما النار مسكت قام ورجع ورا خطوتين وفضل باصص مبتسم للبورتريهات وهي بتتحرق لغاية ما اتصفت تماما والنار اتطفت. أهال التراب على الحفرة لغاية ما اختفت وبقت سوا الأرض بالظبط وكأنها ما كانتش موجودة، ورجع على بيته. مذكراتي العزيزة، أنا عارفة إني بقالي كتير قوي مش بكتب فيكي، بس ده علشان عادة لما بتضايق أو بزعل بلاقي دكتور وائل موجود علشان يسمعني ويسيبني أفرغ شحنة خوفي أو قلقي. بس هو المرة دي مش موجود، علشان كده أنا بكتب، يمكن دماغي تهدى شوية وأعرف أفكر أو ألاقي حل. الموضوع بدأ لما جوزي جه وقال لي إنه هيبيع شقتنا وهيشتري بتمنها بيت في منطقة راقية شوية. كنت مستغربة إزاي تمن شقة في منطقة عادية زي اللي إحنا ساكنين فيها بيساوي تمن بيت في منطقة راقية زي اللي جوزي بيقول عليها. بس لما شرح لي شوية فهمت. الست اللي كانت ساكنة قبلنا موتت نفسها في البيت، ومن ساعتها الكل متشائم منه ومحدش راضي يسكنه، بس لا أنا ولا جوزي بنصدق في حكايات الأرواح والعفاريت دي، علشان كده دي كانت فرصة لا تعوض بالنسبة لنا. فأقل من شهر كنا انتقلنا علشان نسكن في البيت الجديد. النقلة كانت صدمة شوية بالنسبة لنا أنا وهاجر بنتنا الوحيدة، بس كانت صدمة لطيفة مش حاجة وحشة. خلال أول كام شهر عشنا فيهم هنا كل حاجة كانت ماشية كويس لحد اليوم اللي الست موتت نفسها فيه هنا. ساعتها كل حاجة في حياتنا اتغيرت للأسوأ. اللي عرفناه إنها ماتت مشنوقة، وإن ده حصل الساعة 8 ودقيقة بالظبط بالليل. والحقيقة إن اليوم ده كان كئيب جدا. السما كانت مغيمة والغربان مالية السما كلها وبتلف حوالين البيت. حيوانات الجيران كلها اتجننت وحاولت تهرب بعيد عن البيت. حتى فوكس الكلب بتاعنا اضطرينا نربطه بالسلسلة الحديد في الشجرة الكبيرة اللي في الحديقة الخلفية لأول مرة في حياتنا. الساعة 8 بالظبط النور قطع في البيت. كان البيت الوحيد اللي النور قطع فيه في المنطقة كلها. حاولنا نصلحه كتير بس العطل كان أكبر مننا، والكهربائي ما كانش فاضي وقال هيجي الصبح. صوت هوهوة الكلب وصوت نعيق الغربان كانوا موتريننا ومخوفين هاجر جدا. علشان كده نبيل جوزي اقترح ننزل نلف بالعربية شوية لحد ما هاجر تنام أو مشكلة الكهرباء تتحل، وده فعلا اللي عملناه. بس قبل ما العربية ما تتحرك شفتها جوه البيت. على الرغم من الضلمة اللي سيطرت على كل حاجة لمحت جسمها وهو متعلق من السقف وبتتطوح يمين وشمال، ولما ندهت على نبيل علشان يشوفها كانت اختفت. أكيد الجو العام المرعب ده تعب أعصابي، صح. يومها ما رجعناش على البيت وانتقلنا كلنا على المستشفى. العربية اتقلبت بينا بس الحمد لله رجعنا البيت بعدها بأسبوع بخير كلنا. شوية كدمات وجروح بسيطة لكن الحمد لله قدر ولطف. من بعدها وحياتنا باظت تماما.
هاجر ما رجعتش زي الأول من بعد الحادثة، بتتصرف بشكل مش طبيعي وفيها حاجة متغيرة، فيها حاجة مخيفة. كنت بصحى من النوم ألاقيها واقفة جنب سريري في الضلمة بتتفرج عليا وأنا نايمة، وشها مكشر وعينيها مليانة شر وحقد. ولما أسألها بتعملي إيه هنا كانت بترجع لطبيعتها وبتقولي إنها خايفة وجت علشان تنام جنبنا. حتى لما اشتكيت لنبيل ابتسم وقال إن دي كلها تصرفات طبيعية وإن أنا أعصابي تعبانة شوية من يوم الحادثة. بس هو نبيل يعرف إيه يعني؟ ده طول النهار في الشغل. لكن اللي فات ده كوم، واللي حصل يوم ما فوكس مات كان كوم تاني. على العصر كده حسيت إن فوكس على غير عادته مؤخرا مش طالع له أي صوت. بصيت من شباك المطبخ واللي كان بيطل على الحديقة الخلفية اللي كان مربوط فيها وشفته. كان كاشش في نفسه زي ما يكون خايف أو مرعوب، جسمه كله بيترعش ودافن ديله بين رجليه. كانت حاجة غريبة جدا، وقلت لما نبيل يجي هخليه يشوف ماله. أنا مش بفهم له ولا بعرف أتعامل معاه، لكن في زحمة اليوم نسيت، ما افتكرتش غير بالليل لما قلقت علشان أشرب مية. وأنا في المطبخ جالي خاطر كده إني أبص على فوكس من الشباك علشان أطمن عليه بس. لكن لما بصيت من الشباك شفت منظر عمري ما كنت أتخيله. فوكس كان واقع على الأرض على جنبه كأنه ميت. بس ده ما كانش الشيء المرعب. الشيء المرعب كان في هاجر بنتنا، هاجر اللي كانت قاعدة جنبه على الأرض ومايلة بجسمها كله عليه كأنها بتاكله. خرجت من باب البيت الخلفي ولمحت الغربان اللي كانت واقفة على الشجر وناديتها هاجر. لفت وشها وبصت لي بصة عمري ما هنساها. عمري في حياتي ما خفت كده. وشها وبقها وفستانها وإيديها كانوا غرقانين دم. فوكس كان ميت نايم على الأرض مش بيتحرك، وفي جنبه جرح كبير طالع منه أجزاء من جسمه. نظرة عينيها اتغيرت فورا، في ثانية بقت هاجر بنتي وعينيها بقت مرعوبة. سألتها بخوف، صوتي كان بيترعش: هاجر انتي بتعملي ايه هنا؟ بدأت تعيط وهي بتقولي ان كلب كبير جه عض فوكس وموته وهو ده اللي سبب له الجرح، وانها شافت المنظر من شباك اوضتها فنزلت تجري وحضنت فوكس وقعدت تبوسه، وهو ده سبب الدم اللي ماليها. قصة غريبة وانا مش مقتنع بيها ومش مصدقاها، بس ما كانش في ايدي حاجة اعملها غير اني احضنها وهديها، وعيني متعلقة على الغربان اللي فضلت بص علينا وعينيها بتلمع في الضلمة. نبيل دفن فوكس في الحديقة الخلفية وأجبرني أروح لدكتور نفسي، خصوصاً بعد ما بدأت أخاف من هاجر وأخد منها موقف. الدكتور كان كويس جداً على فكرة، ونصحني بشوية حاجات منها تفريغ شحنة قلقي وخوفي من هاجر، سواء في مقابلة معاه، سواء في مكالمة تليفونية، أو كتابة اللي خايفة منه لو مش قادرة أوصل له زي دلوقتي. كل حاجة في حياتي باظت، كل حاجة في حياتي اتدمرت، وكله بسببها. نبيل بايت في الشغل النهاردة وهيوصل الصبح إن شاء الله. مفيش في البيت غيري أنا وهاجر، أو ده اللي أنا كنت فاكراه. قلقت من النوم بالليل والبيت كان بارد بدون أي سبب مفهوم. جسمي كله كان بيترعش بشكل مرعب. قلقت على هاجر فقررت أقوم أطمن عليها. كل ما كنت بقرب من أوضتها خطوة كان قلبي بيدق بقوة أكبر، لحد ما بدأ يوجعني بشكل مش طبيعي. حطيت إيدي على أكرة الباب وكنت بتنفس بصعوبة من وجع صدري. فتحت الباب بالراحة، وبمجرد ما بصيت عليها اتأكدت إننا مش لوحدنا في البيت. ست عجوزة مرعبة كانت واقفة جنب سرير هاجر ومايلة عليها وفاتحة بقها على الآخر. وهاجر كانت نايمة على ظهرها متشنجة وظهرها متقوس وفاتحة بقها هي كمان، وفي دخان اسود شكله مرعب خارج من بق الست العجوزة المرعبة دي وداخل بق هاجر بنتي. عرفتها من أول ما شفتها. إزاي؟ معرفش، بس كنت متأكدة إنها هي دي الست اللي ماتت في البيت هنا قبل ما نسكنه. شهقت من الخوف وساعتها بصيت لي، وفي ثواني كانت اتحولت لشوية ضباب اسود دخل كله جوه بق هاجر اللي جسمها ارتاح على السرير قبل ما تفتح عينيها اللي كان لونها اسود تماما لثواني قبل ما تبقى عادية مرة تانية. وبعدها سألتني: ماما هو أنتِ كويسة؟ أجبرت نفسي على إني أبتسم لها. قلت لها إني قلقت من النوم وجيت أنام جنبها، ورغم بصة الشك اللي في عينيها إلا إن ما كانش بإيديها حاجة تانية تعملها غير إنها تكمل نوم تاني. وبمجرد ما راحت في النوم كان لازم أتصرف. شلت المخدة وحطيتها على وشها وضغطت بكل قوتي. حاولت تقاومني بس أنا كنت أقوى منها، وبعد دقايق معدودة جسمها كان همت تماما. ساعتها استوعبت اللي أنا عملته. هاجر ماتت، ونبيل جاي كمان كام ساعة. لو اكتشف اللي عملته ممكن يموتني. كنت خايفة ومرعوبة ومش عارفة أتصرف، علشان كده اتصلت بالدكتور وائل علشان أطلب مساعدته، لكن تقريبا علشان الوقت متأخر ما ردش عليا. علشان كده دلوقتي أنا قاعدة بكتب ده على سرير هاجر وجنب جسمها اللي مش بيتحرك. ثواني، تليفوني بيرن، ده دكتور وائل، لازم أرد عليه. ألو دكتور وائل، كنت فين؟ أنا كلمتك 100 مرة، حصلت مصيبة ولازم تساعدني أتصرف. رد عليا بصوت مليان كسل وهو بيقول: صباح الخير. الأول معلش كنت نايم، صحيت لقيتك مكلماني. خير، إيه اللي حصل؟
حكيت له على كل اللي حصل فسكت شوية. كنت سامع صوت نفسه وكان باين إنه خايف، وده بان أكتر لما قال انتي لازم تسيبي البيت فورا، فاهمة ولا لأ؟ قلت له أنا مش مصدقة. أسيب البيت؟ طب وبنتي اللي ماتت وجوزي اللي جاي كمان شوية؟ قال لي وصوته بيترعش بنتك وجوزك ماتوا في حادثة العربية يا مدام، وأنا بعالجك من عقدة الذنب اللي بتحسي بيها ومش قادرة تتجاوزي صدمة اللي حصل، فساعات بتتخيلي إنهم لسه موجودين وعايشين معاكي. يعني إيه؟ لو بنتي ماتت في الحادثة يبقى مين اللي جنبي دي؟ مستحيل تكون وهم أو خيال، أنا لمساها وحاسة بيها. علشان كده بقولك لازم تهربي من البيت ده حالا. ألو سامعاني يا مدام؟ سامعاني؟ بس أنا ما كنتش قادرة أرد عليه، خصوصا لما بنتي فتحت عينيها اللي كانت سودة تماما وابتسمت ابتسامة شريرة قبل ما تقول بصوت ست عجوزة كان لازم تسمعي كلامه وتهربي. أعتقد لحد هنا والقصص بتاعتنا خلصت. أتمنى منكم تمشوا على طول ومحدش يعدي على المسؤول بره، لأنه حالته النفسية مش أحسن حاجة. انتوا عارفين الظروف اللي هو بيمر بيها. معرفش، مع إني أسمع إن الفريق اللي هو بيتكلم عنه اللي هو بيشجعه ده فريق كبير يعني وبيكسب دايما ومعاه بطولات، لكن أنا عمري ما فهمت فكرة الرياضة بتاعتكم وفكرة إن المود بتاعكم بيتغير سواء كان فريقكم كسبان أو خسران والحاجات المريبة دي، لكن ما علينا، أنا عمري ما أفهم البشر أبدا. عموما هستناكم المرة الجاية، وبرضو أنا حاسس إن في حاجة. عموما لو حد عايز يقول لي حاجة أنا بابي دايما مفتوح ليكم، وإلى أن نلتقي المرة الجاية أشوفكم على خير.